انتهت مقابلة الرجاء والمغرب التطواني بالتعادل الإيجابي 1-1. فريق الرجاء صراحة صعب ينافس على البطولة، وإلى انتصرت الجيش الملكي صراحة غادي تهرب. عندها جوج مقابلات مأجلة تقريبا، غتلعب الماتش ديال هاد الدورة والمقابلة المأجلة أمام بركان. إلا انتصرت فيهم بجوج يعني الرجاء خارج حسابات اللقب بواحد النسبة كبيرة، وإلا ما تقرب لها المركز، صحاب المركز الثالث يقربوا لها. جوج تعادلات في آخر ثلاثة المقابلات، بصراحة نتائج سلبية. بحال إلا قلتي خسرتي زائد خسارات نقطة أخرى. التعادلات كتار للرجاء بزاف، كيحرموها من بزاف ديال النقاط. المهم هذا هو البيت الأول ديال الرجاء عن طريق موهوب اللي رجع للتهديف، وهذا الفوت اللي دار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي واللي اتهموا الرجاء فيه انها كتشري الميتشان. صراحة اللوجيك عند شي وحدين، العاطفة بزاف. وللأسف من بعض الصحفيين كاع شفت بعض البوستات ديال الصحفيين الاتهام مباشر. صراحة إدارة الرجاء خصها تدخل وصراحة ترفع دعوى على هاد الناس اللي كيتهموها. شوف هذا هو الخط ديال التسلل، باين ان بلال المقري خارج، باينه راسو قدو قداش. شنو بغيتو؟ الله يهديكم يا هاد الناس. هذا الهدف التعادل ديال المغرب التطواني اللي جاب واحد الطريقه زوينه، الطريقه ديال التيكي تاكا التطوانيه. شوف الباس هنا كيدخل لهاد اللاعب كيعطي واحد الباس زوين، كيخرج انه مع الزنيتي كيحطها في دوزيام بوطو. هذا هو اللي كاين. هذه هي المقابلة، كانت ممتعة صراحة، وأكثرية الشوط الأول السيطرة ديال المغرب التطواني بالطول والعرض، وزقلو بزاف د الفرص، زقلو قفة ديال البيوتة. صراحة الرجا كان عليها تستغل أنها في هاد الشوط الثاني تطوان ما دات والو. التغييرات اللي دار خلى أنه زريدة يلعب جناح. زريدة ما عمرو قدم إضافة أنه كجناح، ما فهمتش أنا علاش المدرب مازال راسو قاصحو كيلعبو جناح. دخل نفسي اخويا، علاش مدخل لي خرجتي نفوذ الزهراوي دخل نفسي؟ علاش هاد الفلسفة بزاف؟